له 3 دقائق. خالد أبو صالح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أيها السيدات والسادة وأيها الجمع الكريم، بينما أنتم موجودون الآن في هذه القاعة، بأن هناك أناس في حمص، في دوما، في دير الزور، في اللاذقية يتعرضون للقصف وللذبح بأبشع صوره وبأبشع أشكاله، وينتظرون من اجتماعكم هذا موقفا جديا وصريحا وواضحا إزاء هذا النظام المجرم الذي يقتل السوريين منذ 1 و4 شهور. هذا النظام المجرم للأسف لا يفهم إلا لغة القوة، ومن غير المبرر لجمعكم هذا ولا يمكن للسوريين أن يفهموا بأن روسيا وحدها تستطيع أن تقف بوجه العالم بأسره الذي حتى الآن لم يقدم أي حل جدي من أجل مساعدة الناس الذين يقتلون ويذبحون داخل سوريا. نحن لا نريد الحل العسكري، ولكن الحل العسكري فرض علينا فرضا بسبب المذابح اليومية التي يرتكبها بشار الأسد منذ وصول بعثة السيد كوفي عنان، وحتى اليوم هناك أكثر من 110 شهداء في كل يوم في الداخل السوري. هناك حصار خانق للأحياء القديمة في مدينة حمص. ما نريده بكل صراحة وبكل وضوح، المطلب الأول هو الرفع الحصار عن المدينة المحاصرة وهي حمص القديمة اليوم التي فيها أكثر من 800 عائلة. ما نريده هو حظر جوي، ما نريد منطقة عازلة لأننا صنعنا المنطقة العازلة بأيدينا في الداخل. ما نريده هو حظر جوي لوقف إجرام النظام ولجمه عن قتل السوريين، وهذا الحظر لا يمكن أن يتم عن طريق مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن سيقابل بفيتو روسي. يجب أن يكون عبركم أنتم أصدقاء سوريا. هذا ما يريده الشباب في الداخل. إن روسيا لا يمكن أن تكون جزء من الحل بتاتا، لأنها جزء من المشكلة، ومن المستحيل أن تكون جزء من الحل. أما عن الإرهاب في سوريا فلا يوجد إرهاب في سوريا، وإذا أردنا أن نكشف ماذا يوجد في الداخل السوري فبيننا وبينكم وسائل الإعلام، فليسمح لها النظام بالدخول إلى الداخل السوري. بداية ما نريده من هذا المؤتمر، لا نريد بيان مثل كل مرة. المؤتمر الأول سواء كان المؤتمر الأول في تونس أو المؤتمر الثاني في اسطنبول، وهذا هو المؤتمر الثالث الآن في فرنسا. ما نريد ليس بيان، لأن البيان لا يمكن أن يوقف القتل في الشارع. ما نريده هو ورقة عمل ضمن جدول زمني محدد لرفع القتل عن السوريين. ما نريده هو حظر جوي، وهو دعم بالسلاح للثوار في الداخل ليستطيعوا أن يوقفوا القتل الذي يستمر به نظام بشار الأسد لعوائلهم في دوما وفي اللاذقية وفي درعا وفي دير الزور. والشعب السوري لن ينسى من وقف بجانبه في هذه المحنة، والتاريخ يسجل لكم يا من تدعون بأنكم تنصرون الإنسان في كل هذا العالم. الآن نحن أمام محكمة التاريخ ومحكمة الإنسانية في نصرتكم للشعب السوري الذي طالب بالقيم المطلقة التي ينادي فيها العالم بأسره، وهي العدالة والكرامة والحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant